العملية دي اللي بنسميها البورينج أو الحفر كان ليها تأثير كبير على تركيب الرواسب في قاع البحر. يعني إيه الكلام ده؟ ببساطة لما الكائنات بدأت تحفر في الرواسب غيرت تركيب الطبقات اللي تحت السطح. الرواسب اللي كانت متماسكة ومستقرة بدأت تتقلب وتتخلخل، وده أثر على البيئة البحرية بشكل كبير. الحفر ده خلق بيئات جديدة وخلى الرواسب كثافتها أقل، وده معناه إن المية بقت تقدر تتحرك بحرية أكتر بين الطبقات المختلفة، والنتيجة التنوع البيئي بقى أكبر بكتير. الكائنات اللي كانت بتلاقي صعوبة في إنها تعيش على سطح الرواسب بدأت تلاقي لنفسها بيئات مناسبة تحت السطح. بالإضافة لكده النشاط ده ساعد في دخول الأكسجين في الرواسب، وده خلى الحياة تبقى ممكنة للكائنات اللي كانت بتحتاج أكسجين علشان تعيش إنها تعيش جوه الرواسب. لكن في رأي تاني بيقول إن مش كل الكائنات استفادت من التغييرات دي. في علماء بيشوفوا إن الحفر ده كان ليه تأثير سلبي على الكائنات اللي كانت معتمدة على السطح الصلب علشان تعيش. يعني الكائنات اللي كانت بتمسك في الرواسب الصلبة بدأت تلاقي نفسها في مواجهة مع تحديات جديدة. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ زي ما انتوا اكيد خمنتوا، مع بدايه النشاط الحفري ده والكائنات اللي بتخش تعيش جوه الرواسب بدات تظهر انظمه بيئيه جديده تماما زي الشعاب المرجانيه.